يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. تعالوا بقى النهارده هنعمل اكله كده دلع بقى، اكله بقى كده يعني هتجيب المطعم في البيت. خلاص ندلع نفسنا كده شويه كده وشويه كده، شويه نعمل كده شويه حركات واكل مطاعم وشويه اكل عادي. الدوقان شايفين اللغة والكل نولعها. استنى حتة صغيرة، لا ده انا بحب الطماطم المجففة قوي. معدية، جربوها. يلا بقى نبتدي بعد ما دقنا وكله تمام. تعالوا نشوف بقى حضرنا الطبق التحفه ده ازاي. بصوا انا هديكم مقادير الثلاث صدور، 3 قطع يعني من الفراخ. خلاص صدور الفراخ، سواء صدور بقى سواء عايزينها وراك براحتكم. خلاص ال3 قطع صدور محتاجين لهم كوباية من الدقيق، هنحط عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة من الشطة. تمام كده. وبعدين هنحط معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة من البهارات الإيطالية. تمام كده. نخلط كله مع بعض. انا بقى ايه قطعتها سلايس عشان صدور الفراخ دي بتبقى تيجي تخينة كده. قطعيها سلايس وممكن تدقيها بحيث ان هي ما تاخدش يعني سوا كتير وتستوي معاكي، بس ما يكونش رفيعة قوي يعني زي ما انتوا شايفين كده. تمام. خلاص يعني انا دقيتها شوية كده. اوكي بعد ما بدرناها بالدقيق بنحط شوية من الزيت والزبدة ونحاول ان احنا ايه نحمر. ليه نحاول؟ ليه لا نحمر الفراخ عادي، تاخد معانا لون ذهبي كده حلو من الجهتين. ايوه كده زي ما انتوا شايفين. اوكي انا كنت بسلق بقى الذرة عشان اعمل لهم ذرة كمان، واللي ورا دي مكرونة بني، قلت ايه ادوق طعمها عامل ازاي يعني. تمام كده. هنديها لون ذهبي كده من ناحيتين، شايفين الجمال. خلاص يبقى 3 صدور من الفراخ محتاج لهم كوباية من الدقيق، نص معلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، شطة، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا المدخنة وبهارات ايطالية. انتي بقى حابة ان انتي تزودي حاجة انتي بتحبيها، تشيلي حاجة مش متوفرة براحتك. تمام. هتقلبي كل الخليط ده مع بعض، خليط الدقيق، وتنزلي بالفراخ عليه، تبدري الفراخ وايه تديها كده تحميرة من الجهتين، لون ذهبي حلو لغاية ايه ما تستوي، مش على نار عالية طبعا عشان تستوي. تمام. انا حطيتها على راك كده او شبكة، ومولعة الفرن بتاعي على درجة يعني مش عالية قوي. خلاص وبعدين هحطها في الفرن قبل ما اخلص ايه الحاجة اللي ورايا منها، لو في حاجة ما استوتش تستوي، وان انا احافظ عليها سخنة. تمام. خلاص مكان الفراخ بقى انا حطيت ايه، حطيت سبانخ، وحطيت طماطم مجففة، بتبقى تحفة جدا وبتمشي قوي مع السبانخ. انا عن نفسي بحب الطماطم المجففة، بتبقى كده مززة شوية، مش متوفرة شيليها عادي. اوكي. وهو مفروض بلدة للسبانخ بنحط حاجة اسمها كيل. الكيل ده مش عارفة يعني من الورقيات برضو،
بس انا مش عارفة بالعربي بالظبط ايه ورق ايه. انا لما ترجمتها طلع لي معرفش ورق كرنب، طلع لي ورق لفت من عيلة البروكلي، ما تعرفوش يعني. ما فهمتلوش حاجة، وانا اللي ما اعرفوش ما جبوش يعني على طول كده. فحطيت ايه بداله؟ سبانخ. يعني احنا بنحب السبانخ، مالها السبانخ جميلة مفيدة، سيبنا من الحاجات اللي احنا مش عارفينها. خلاص حطيت بقى معلقة كبيرة من الثوم. تاني هقول لكم مقادير ال3 قطع بتاعه الفراخ. الصوص بتاعها محتاجين ايه؟ محتاجين نص كوباية من الطماطم المجففة، كوباية من السبانخ، وهو اصلا زي ما قلت لكم الكيل يعني هنا متوفر وموجود، فاللي عايز يشيل السبانخ ويحط ده تمام، بس يخليه سوتيه كده شوية، يعني ايه ما ينزلش بالشوربة على طول، يسويه شوية كده وبعد كده ايه يزود الشوربة. يبقى كوباية من السبانخ، نص كوباية من الطماطم المجففة، تمام. وعايزين كوباية من الشوربة، كوباية من الشوربة، وكوباية ونص كريمة. خلاص يبقى مقادير الصوص اللي احنا عايزينها كوباية من السبانخ، نص كوباية من الطماطم المجففة، وزي ما قلت لكم ممكن نشيل السبانخ ونعملها بالطريقة الأصلية بتاعتها اللي هي الكيل يعني، بس أنا بصراحة مش عارفة أقول لكم بالعربي إيه عشان ما لخبطكوش ولا أقول لكم معلومة غلط، مش عارف، بس أنا حطيت سبانخ بداله يعني. بصوا مشي أموركم اللي موجود عندكم قضوا بيه. كوباية سبانخ، ومحتاجين نص كوباية من الطماطم المجففة، وكوباية ونص كريمة، ولو محتاجة صوص أكتر ممكن تزودي الكريمة، ومعلقتين كبار من الثوم، وملح وفلفل. انا بقى ايه المفروض ان انتي بتسيبي الكريمة من 5 دقايق ل7 دقايق. خلاص المفروض تسيبي الكريمة على النار على درجة على حرارة متوسطة من 5 دقايق ل7 دقايق ان هي ايه تتقل. انا بقى ما صبرتش، عملت ايه؟ رحت مدوبة معلقة كبيرة من الدقيق، خدي بالك انتي، دوبتها وقلبتها في مع شوية مية باردين كده. خلاص بس عشان ما تتكتلش معايا في الصوص وابوظ كل اللي عملته، صفتها بالمصفى احسن. تمام. لما تحبي تعملي كده تزودي صوص ولا حاجة تدوبي الدقيق احسن، صفيه برضو بمصفى عشان الكتل ساعات بيكون في كتل كده يبوظ لك كل اللي انت عملتيه. خلاص كده الصوص عندي جاهز. الفراخ عندي في الفرن زي ما قلت لكم عشان عايزاها تبقى برضو تفضل سخنة ولغاية ما اخلص كل الحاجة اللي ورايا. عندي هنا الكورن بقى، الذرة الاصفر ده سلقته وقطعته قطع كده متوسطة، ماشي. وبعد ما سلقته وقطعته عملت له بقى خلطة كده، سيحت زبدة وحطيت عليها بهارات الكيجن على الزبدة يعني، وفي بهارات كده اللي هي الليمون مع الفلفل الاسود، وقبل كده كتبتلكوا ازاي بتتعمل. بيكون بهارات كده ليمون، هي بتبقى لونها اصفر وفيها فلفل اسود. البهارات دي بقى بحطها على بهارات الكيجن مع الزبدة، واغطس فيها الكورن وعلى طول على الايه الطبق اللي هتقدمي فيه. تمام. هنا بقى ابتدينا بقى ان احنا نغرف. الصوص عندي جاهز، المكرونة اتسلقت، اي نوع مكرونة بقى بتفضليه. تمام. بتجيبي الصدر كده بتقطعيه بقى شرايح زي ما احنا بناكله في المطاعم كده يعني، بيبقى متقطع شرايح، ولما يجي بيحطوا كأنه شكله صدر كامل، يعني صدر كامل بس هو متقطع شرايح. هوريكوا ازاي. تغرفي بقى المكرونة كده اي نوع بقى عندك. تمام. جربوها الوصفة دي هتعجبكم جدا. ممكن بقى تشيلوا حاجات تحطوا حاجات براحتكم يعني زي ما انا عملت. يعني يعني الحاجة اللي مش متوفرة مثلا عندك شيليها حطي بدالها حاجة زي ما انا عملت كده في السبانخ، بس ايه ما تبعديش قوي عن الوصفة. فاهمة قصدي ازاي؟ يعني مفروض ان انا احط نوع من انواع مثلا الورقيات، مثلا الحاجات الخضراء. تمام.
مش موجودة عندي النوع ده، بس موجود بديل عندي سبانخ فبدلتها. فدايما يعني ايه ممكن تبدلي، بس ما تبعديش قوي عشان كده انتي هتغيري في الوصفة خالص. تمام كده. هنا بقى بغرب بقى المكرونة البني بقى دي، شوف طعمها ايه. والله طعمها عادي يعني، مش طعمها مش بشع يعني. انا كنت بحسب ان هي ما تتاكلش، بس لا عادي يعني تتاكل. شفتوا بقى انا حطيت بقى الفراخ ازاي؟ بتحطيها كده كأن حتى يعني ايه صدر كامل. تمام. ايوه يعني يا سيدي على الدلع. بس انا زودت السبانخ شويه يعني، قلت بقى غيظه غيظه للعيال، عماله الففكوا انا في المطبخ. بص شايفين ازاي؟ شغل عالي ده ولا مش عالي يا جماعه؟ يا جماعه حد يقول. شايفين ازاي؟ طبق شكله تحفه، طعمه خطير خطير خطير، لازم تجربوه. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك، هجيب لكم كل الحاجات الجديدة ان شاء الله. يا رب يكون وصفاتي بتعجبكم. اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. باي.